هلو هلو، أنا بوسي طه. النهاردة هنعمل مع بعض الكريب بطريقة سهلة جدا ومميزة. هيطلع معاكم زي بتاع المحلات وأحلى كمان. بالعكس هيطلع معاكم الحشوة بتاعته مظبوطة جدا وطعمها حلو جدا، وحشوة انتوا اللي عاملينها في البيت وضامنين كل الحاجات اللي انتوا حاطينها في الكريب، من غير بقى بانيه الشركات او بطاطس الشركات. لا، احنا هنعمل كل المكونات دي مع بعض النهارده في البيت بطريقه سهله جدا وبسيطه. لو انتوا اول مره تشوفوني ما تنسوش تعملوا لي اشتراك للقناه وتفعلوا زر الجرس. في البدايه قطعت البطاطس بتاعتي زي ما انتوا شايفين كده، وضفت عليها معلقه كبيره من الملح وكمان معلقه كبيره من الخل، وبسيبها كده على جنب شويه، وبعد كده ببدا ان انا اقليها. ودي بتكون اول خطوه. تاني خطوه معايا هبدا ان انا اتبل البانيه، والبانيه هعمل منه نوعين وهتشوفوا معايا دلوقتي. في البداية ضفت معلقة صغيرة من المستردة، معلقة صغيرة من المايونيز، وكمان عليهم معلقة صغيرة من الزيت زي ما انتوا شايفين كده، وعليهم معلقة كبيرة من الخل، وكمان نص معلقة صغيرة من الزعتر، وربع معلقة صغيرة من الفلفل الأسود زي ما انتوا شايفين، ربع معلقة صغيرة من الشطة، وربع معلقة صغيرة من الملح. دي كل المكونات. بضيف عليهم كده فصين من التوم، بقطعهم مكعبات صغيرة خالص كده زي ما انتوا شايفين. الخطوة دي اختياري بس صدقوني هتفرق معاكم جدا في الطعم، وما تخافوش الطعم بتاعه مش هيبان. هنا بقى انا معايا صدر قطعته بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، كان صدر عندي في التلاجة فقلت استخدمه كده، وهنعمل بيه نوعين دلوقتي. تابعوا معايا. في البداية ضفت بقى كل البانيه اللي معايا في التتبيلة وهشتغل بيه على طول. لو انتوا مش مستعجلين ممكن تضيفوه في التتبيلة لمدة ساعتين عشان يتبل معاكم كويس. وبعد كده ضفت كيس من الفيجيتار الحار وعليه 5 معالق من البقسماط، ورشة خفيفة خالص من الفلفل الأسود، وكمان رشة خفيفة. هاخد نص الكمية اغلفها كده زي ما انتوا شايفين للبانيه بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي. انا هنا ما استخدمتش بيض، ممكن تضيفوا بيض على التتبيلة دي للبانيه، وممكن تستغنوا عنه تماما وتعملوه زي ما انا عملته كده. عملت نص الكمية للبانيه ونص الكمية التانية هنعملها شاورما. بقطعها بقى كده بالمقص كده زي ما انتوا شايفين، قطع مش كبيرة قوي ومش صغيرة قوي. طاسة سخنة بقى على النار، لازم يكون الزيت سخن معايا كويس جدا، وبعد كده بنزل بقى بقطع البانيه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. اول ما بنزل بهدي النار كده، بيكون على نار متوسطة علشان خاطر احنا حاطين بقسماط، علشان خاطر البانيه بتاعنا ما يتحرقش. اول ما يبدأ ياخد معايا كده لون من تحت والطبقة اللي تحت تمسك فيه كويس جدا، ببدأ ان انا اقلبه على الجهة التانية بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. تاني خطوة بعملها الشاورما. بضيف معلقة كبيرة كده من الزيت وقطع الشاورما اللي انا عملتها وقطعتها، بضيفها بقى كده وبيكون على نار عالية. بنزل كده بالشاورما بتاعتي، ما بتاخدش مني وقت خالص. اديتها تقلبتين كده زي ما انتوا شايفين. كنت مقطعة بصلاية صغيرة، واحد فلفل حامي، وبرده فص من الثوم، نزلت عليهم كده وشوحتهم بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وبكده تكون الشاورما جاهزة معايا، وكمان البانيه جاهز معايا. قطعت البانيه كده شرايح طويلة بالمقص، وبكده كل المكونات جاهزة معايا اختياري بقى فلفل كده الوان شرايح، وفلفل اخضر، وفلفل سبايسي، وقليت البطاطس بتاعتي. وهنا معايا بقى بضيف كاتشب على مايونيز على مستردة، بدهن بيهم بقى كده زي ما انتوا شايفين. بعد كده ببدأ ان انا ارص الطبقات بتاعتي. في البداية بضيف الموتزاريلا، وبعد كده بضيف بطاطس، وبعد كده بضيف قطعة من البانيه والشاورما، وبعد كده بضيف الفلفل. واختياري بضيف لانشون، اي نوع لانشون انتوا بتحبوه، بقطعه مكعبات كده صغيرة وبضيفهم. الحشوة دي بتكون معايا طعمها حلو جدا ومختلف جدا، وبتديني تست حلو قوي في النهاية. وبقفل الكريب بقى زي ما انتوا شايفين. النهاردة انا عملت معاكم الحشوة بتاع الكريب، استنوا مني ان انا اعمل عجينة الكريب وهنزلها لكم في فيديو لوحدها. انا ما حبيتش ان انا اطول عليكم في الفيديو ده بيكون شكل الكريب معايا كده زي ما انتوا شايفين. بقفل الكريب بقى كويس جدا. بعد كده طاسة سخنة على النار، بضيف مسحة خفيفة خالص من الزيت كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، والطاسة تسخن معايا كويس جدا. بعد كده بضيف الكريب على اليمة اللي انا قفلتها علشان خاطر ما يفكش مني، وبالسباتيولا بقى بضغط عليه كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده زي ما قلت لكم.
درجة حرارة النار لازم تكون هادية في الوقت ده. بعد ما الطاسة بتسخن وبضيف الكريب درجة حرارة النار بتكون هادية بقى جدا. ليه؟ علشان كل المكونات اللي معايا تبدأ ان هي تسخن تاني وتمتزج كلها كده مع بعضها، وكمان الجبن اللي معايا تسيح. اول ما ياخد معايا بقى الكريب لون كده من تحت ببدأ ان انا اقلبه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. شايفين بقى اللون الخطير اللي هو بياخده؟ جماعة بجد اعملوا الكريب في البيت واعملوه كمان بالحشوة الخطيرة اللي احنا عملناها مع بعض النهاردة دي. انا متأكدة ان انتوا هتدعولي بعد الطريقة دي. بعد ما بقلبه على الجهة التانية بغطيه بغطا كده علشان خاطر كل المكونات اللي معايا زي ما قلت لكم تسيح وتستوي معايا كده بسرعة. ده بيكون شكل الكريب بعد ما طلعته. عايزة اقول لكم بجد شكله خطير وطعمه اروع. كل اللي كلوا من ايدي بجد لازم بيسألني دايما على الطريقة. الحشوة بتاعته مضمونة 1,000,000%، وحاجة انتوا اللي عاملينها في البيت. صدقوني أكلة جديدة كده ومختلفة، وهتعملوها في البيت بأقل التكاليف. يعني احنا النهاردة بصدر فرخة بس عملنا 5 كريبات وطلعوا معانا طعمهم خطير ولا أروع. بقدمه بقى مع بطاطس محمرة وكاتشب، قدموه جنب أي حاجة انتوا بتحبوها، ده اختياري. لو انتوا أول مرة تشوفوني ما تنسوش تعملوا لي اشتراك للقناة وتفعلوا زر الجرس علشان خاطر يوصلكم كل وصفاتي. وما تنسوش دايما ان معبوسي طه دايما حلاوتها في تتبيلتها. انتظروني ان شاء الله في فيديو جديد ووصفة جديدة.